عدتم وعدنا إليكم. ويعني طبعا احنا كنا لسه بنقول ان الدفاع أهم الأهداف. عندما شكل الدفاع أهم الأهداف. الناس عايزة تعرف ايه الدفاع وايه الأهداف التي سجلت، واعتقد انك عندك الإجابة. يعني زي ما قلت لحضراتكم قبل ما تختاروا، الأهلي طول عمره كورته هجومية، ودايما وابدا المهندس عدلي كان بيجري ورا الفراوده وعايز يمضيهم. لكن لما يكون في اهم مباراه خارج الملعب، هي مباراه خارج الملعب تكون اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي وجماهيره، يسجل فيها الدفاع اهم واغلى الاهداف، اعتقد يبقى خط دفاع هجومي جدا، مش كده؟ اولا خط دفاع هجومي ومميز ويقترب من العبقريه. خط الدفاع اللي بنتكلم عليه هو من حوى دفاعه في هذا الكتاب، في مرافعة أعتقد تدرس في فن المرافعات أو في علم المرافعات لكل أجيال المحامين. المحامي الكبير الأستاذ رجائي عطية منذ أن اطلع بدوره في الدفاع عن أسر شهداء النادي الأهلي في أسوأ المجازر التي ارتكبت على وجه الأرض في ملاعب الرياضة، وهكذا وصفها الاتحاد الدولي وكل الدوائر الرياضية العالمية. الحقيقة ما يجب أن نحييه عليه أنه دافع عن أسر شهداء الأهلي في هذه القضية يا باشمهندس متطوعا. هو كان يمثل النادي الأهلي في الدفاع عن حق الشهداء. والحقيقة لازم السر اللي هقوله لك أن الأهلي لم يكلف إلا الأستاذ رجاء عطية بهذا الأمر. والأستاذ رجاء عطية قام متطوعا وبذل الجهد المنفرد في كتابة هذه المرافعة ودراسة ملابسات القضية التي قلنا بتحتوي على من 10 ل 11 ألف صفحة. لا، المرافعة في كتاب 210 صفحة. والمرافعة يوم أن قام بها أمام هيئة المحكمة كل وسائل الإعلام ذكرت أنها كانت درس في الرصانة والبلاغة والاستدلال. بقى في حاجات قانونية أنا ما بفهمهاش قوي، إنما أعتقد أن الراجل يستحق أن يذكر وأن يشكر وأن يعطى دوره إلهام، لأن الحقيقة في كتيبة أخرى من هيئات الدفاع كانت تمثل مناطق بالإضافة لهذا وقامت بدورها برضو في هذا الأمر. ولكن عندما نتحدث عن الأستاذ رجاء عطية فليعطى حقه، لأنه هو يعني كما يطلق عليه البعض المحامي والكاتب، المحامي والمفكر، وهو مزيج من كل هذا. وأنا أعتقد هذا الحكم التاريخي الذي صدر من محكمة جنايات بورسعيد ما كان له أن يصدر لولا مرافعة قوية جدا، لولا خط دفاع قوي جدا قدم للمحكمة كل دفوعه اللي قضت أو أفضت إلى هذا الحكم التاريخي جدا الذي أثلج صدور أمهات الشهداء. أستاذ رجاء عطية، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كل هذا الكلام الطيب يعني يزيد عما أستحقه. يعني حضرتك تستحق كل التحية والتقدير لعلمك ومكانتك وقيمتك واطلاعك بالدفاع عن أسر شهداء النادي الأهلي متطوعا، يعني ونحن نقدر مثل هذه القضايا كم تبلغ كلفتها. يعني الله يخليك، تعيش. لا شكر على واجب. هو واجب طبعا، لكن ما زلت أشكر يا أستاذ رجائي، وأنت بتواضع الكبار لما جينا تواصلنا معاك بعد المرافعة قلت الحقيقة أنا كمان بدوري أشكر النيابة على الجهد اللي قدمته. نعم. وقدمت أو أحالت في قرار بالغ الدقة والتوصيف إلى المحكمة قرار الاتهام. فالحقيقة لأن احنا بنذكر الناس اللي هي مش موجودة معانا، لكن حضرتك موجود معانا، وزميلي وعزيزي إبراهيم له كثير من الكلام عايز يتكلم معاك فيه. أيوة يا فندم، أيوة. عايزين ازاي نقدر نتكلم في القضية من غير ما ندخل السجن يا أستاذ رجائي؟ لا، هو يعني من غير ما نكون بنخترق قرار حظر النشر. لا، احنا بلاش نتكلم في القضية، إنما احنا نتكلم في الدروس المستخلصة من حول القضية.
ايوه اتفضل سعد. ودعني أقول ابتداء أنني واحد، مجرد واحد من آحاد كثر، كل بذل جهده في هذه القضية وصولا إلى الحق. وأنا بعتقد أنه أول ما يجب على جميع الأطراف أن يتذكروه هو الحكمة المستخلصة من قول الحق تبارك وتعالى في كتابه المجيد أنه قد جعل لنا في القصاص حياة. أي. هذا هو الدرس المهم جدا أن نلتفت إليه جميعا، أن القصاص حياة وليس إعداما. أي. أن القصاص حياة لأنه يحافظ على حياة الأحياء في قابل الأيام من أن تزهق أرواحهم بغير حق استخلاصا وارتداعا وتمثلا وتأسيا بما سن في الشرع الإلهي من أن القصاص هو جزاء من يقتل نفسا بغير حق. هذا هو الدرس الأول الأساسي. أي. الدرس الثاني الأساسي الذي يجب علينا أن نلتفت إليه إن إحنا ما كان يمكن أن يحدث هذا إلا في لحظة غاب فيها العقل، وأنا بتكلم عن العقل مفرد ولكنه يعني كل العقول التي كانت موجودة في هذا اليوم المشؤوم. غاب العقل فانطلقت الغرائز وانطلقت جنوحات لا عهد لنا بها في ملاعب الرياضة، وإذ بالمصري يقتل أخاه المصري. طبعا ده جزء كبير جدا من مأساة أسر الشهداء التي لمستها عن قرب طوال العام المنصرم منذ وقعت هذه المأساة وحتى اليوم. الناس لا تزال لا تستوعب كيف أن أبنائها قد ذهبوا للمتعة والمشاهدة في مباراة كرة قدم فعادوا في توابيت، عادوا في نعوش. وده جزء كبير وأساسي من إحساس هذه الأسر بالألم الشديد، لأنه أحيانا حينما يأتي الموت فيداهم المتوفى وهو كبير السن مثلا، أو في حادث قدري لسيارة أو مرض أو داء عضال ألم به فترة من الزمن، بيبقى ده بيهيئ المحيطين بالراحل إلى تقبل الموت. إنما حينما يأتي الموت عبث لا يستطيع أهل المتوفى أن يتقبلوا هذه العبثية التي ذهبت بروح نجلهم أو أخوهم أو ابنهم إلى آخره. ودي مسائل أنا أرجو أنها تبقى حاضرة في ذهن جميع الأطراف، في ذهن الأهلوية وفي ذهن المصروية والبورسعيدية. نحن جميعا اشتركنا ولا نزال نشترك في مأساة، ومن المؤسف حقا أن تقود المأساة إلى مأساة أخرى. لأن ما حدث في بورسعيد أول أمس يحزن الأهلوية كما يحزن المصروية بالضبط، ويحزن كل المصريين كما يحزن البورسعيديين. أيضا هذه تصرفات غاب فيها العقل. ليه؟ لأنه أراد من أراد أن يحل نفسه محل القضاء، فأضاف إلى المخاطر التي تهدد من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أرواح أخرى أهدرت بغير حق في وقت تعس غابت فيه العقول وغابت الحكمة. ودي مسألة عشان كده دايما يعني بدون أن أقاطعك، أحيل أوراق 21 متهم إلى فضيلة المفتي. نعم. فقتل أو استشهد أو أيا كان الوصف حاجة و40 ضعف العدد. أيوة فندم. ده غير المصابين يا كابتن عادل. طبعا مصابين تملي الناس بتنساهم بالمئات هنا وهناك. وبعدين المحنة التي وبعدين هناك محنة أخرى أن تحس مصر أن بورسعيد تأخذ جانبا من مصر ومن شعب مصر. ودي مسألة برضو يعني العقل فيها مش حاضر طبعا. وعشان كده أنا قلت للكابتن إبراهيم أول امبارح، قلت له إذا كان يعني شيء إنساني وطبيعي أن الأم الملتاعة والأب الملتاع
انعكاسه حينما يسمع الحكم بالصورة التي شاهدناها. إنما إحنا مسؤولين، النخبة مسؤولة، أهل الحكمة مسؤولة عن أن تتعامل مع الموقف صحيح. العام صحيح. الصورة التي تحفظ مصر من الأخطار التي تتهددها. وهذا ما التزمنا وسنلتزم به بإذن الله يا أستاذ رجاء. موفقين دائما يا كابتن عدلي. عرفت ليه احنا كنا حريصين على التواصل معك؟ يا سيدي أهلا. لأنك أوجزت في عمق شديد الدلالة أيضا، ولخص المشهد بشكل نشكرك عليه. شكرا لكم. شكرا لكم يا جزيلا. كابتن عدلي. شكرا لك يا كابتن إبراهيم. شكرا جزيلا للمحامي الكبير والكاتب والمفكر رجل القانون العلامة الأستاذ رجاء عطية. أعتقد يا باشمهندس دي المسؤولية، التجول في المعنى أهم حاجة. أنا عجبني جدا. مالناش دعوة بالقضية، تعال شوف بقى الدروس. مش عايزين مزيد من الدم، مش عايزين. وهو لما بيستشهد بالقرآن المجيد ما هو في حكمة. هو ليه القصاص بيحيي الأحياء؟ لأنه ما بيتركش الناس تاخد القانون في إيدها وتتصرف بنفسها وتاخد قصاصها بإيدها. عايز أقول لك على حاجة بمناسبة اللي حضرتك أشرت إليه. المرافعة بتاعت الأستاذ رجاء في هذا الكتاب كلها استدلال قرآني. طب ما ده يعني حتى في أفضل من القرآن بالظبط. يعني دايما تصل إلى العدل والحقيقة في كل اقتباسه باستمرار في استدلال قرآني للمعنى لتأكيده. يعني في أكتر من جانب، حتى في جزئية قيمة القصاص في ولكن هو كمان أشار إلى نقاط إحنا مهتمين بيها، إلى عدم. طيب اتفضل. لا اتفضل. معانا الحاج سيد من تركيا عشان بس على الخط الدولي. طبعا بينتظر الراجل. أستاذ سيد. الو. يا حاج أهلا سيد. بيك يا حاج سيد. مساء الخير. أهلا، مساء الخير. السلام عليكم يا حاج سيد. ازيك حضرتك يا كابتن عدلي استاذ ابراهيم؟ أهلا بيك. طبعا المجد للشهداء والله يرحمهم، واحنا بنعتبر نفسينا احنا مهما يكن اللي حصل في بورسعيد، يعني في فرق. احنا مهما يكن مش عايزين تعاطف مع القتله. ايوه. لا تعاطف مع القاتل طبعا. لا يا استاذ ابراهيم، احنا مش عايزين تعاطف مع القتله. لا، ما هو القتل شيء، اي قاتل ما فيش تعاطف معاه. المكان والحدث مختلفين يا حاج سيد. يا استاذ ابراهيم يا كابتن عدلي، احنا بطبيعتنا احنا كاهلاويه خدنا حقنا بما يرضي الله. احنا بنشكر رب العالمين اولا. الحمد لله. بنشكر رب العالمين اولا. ايوه. وبنشكر وزاره الداخليه اللي هم الانتر الاهلاوي، لانهم فعلا رجاله ووقفهم. احنا بنتكلم على شهداء مجزرة بورسعيد اللي الناس اتسوحت واسر انطفت. ولعلمك يعني خلينا نتكلم كلام حق. وانا بشكر يعني الشكر اولا لرب العالمين، الشكر الانتر الاهلاوي، قناه النادي الاهلي العظيمه، وخاصه المهندس عبد القاهر ابراهيم منيسي. يعني انتوا ساعدتوا في كل شيء. يعني انتوا ساعدتوا في كل شيء وكانت حق الشهداء. واحنا يعني انا ابن خالتي شهيد واخويا مصاب، بس احنا لازم نتكلم كلام منطقي. يعني انتوا رحتم تطلعوا 21 واحد اتحولوا وراهم للموت، اتقتل منكم 35 او 40 او لاخر. يعني احنا خدنا حقنا بالحق وبالعدل وبالمحكمه بدون بلطجه. يعني دي قيمه النادي الاهلي، اللي هو الاهلي دوله. الاهلي فعلا دوله، لان خد حقه بما يرضي الله وبما يرضي الله ورب العالمين. جاب الحق، لان دماء. وسألمك المشكله كلها في بورسعيد، مشكله الناس اللي في بورسعيد اللي هي القيادات اللي في بورسعيد. يعني اخرب الشارع من قال 1 2 3 4 ورقصوا على دم الشهداء. انتوا يعني رب العالمين عمره ما يبيع بالدين. رب العالمين عمره ما يبيع بالدين. ونعم بالله. ونعم بالله. ولعل نفسك أعرف وجيعتك تكون قد هدأت
ولكن أيضا أنت بتتفق معنا أن أي دم هو مؤلم أيا كان، لأن الإنسان يعني لا يسترخص دمه هكذا أيا كان السبب وأيا كان الفاعل. ولكن قلت أمرا هاما جدا، أن لا تعاطف مع المجرمون، ولكن التعاطف مع من يعيش ظروف قاسية نتيجة هذا الحدث الآثم الذي جاء في مسرح يدفع المكان ثمنه الآن. حاج سيد معانا ولا؟ طيب نشكرك يا حاج سيد. والأستاذ نبوي من الشرقية. أستاذ نبوي. يا باشمهندس مساء الخير. مساء النور يا أستاذ نبوي. خير يا ابراهيم بيه. اهلا بيك يا استاذ نبوي. اولا اشكر ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لانه قال في كتابه الحكيم زي ما قال المحترم الاستاذ المحترم مدرسه القانون الاستاذ رجاء عطيه، ولكم في الحياه قصاص يا اولي الالباب. فانا بشكر اداره النادي الاهلي، وبقول لاداره النادي الاهلي وما زال نهر العطاء يتدفق في كل المجالات، ان هي اختارت واحد بقيمه وحجم الاستاذ رجاء عطيه اللي دافع عن الحق من الباطل. واشكر اداره النادي الاهلي اللي هي عامله لنا برنامج حلو، وهو برنامج ملك وكتابه. والاستاذ ابراهيم المنيسي افكر بمقوله قالها، او الباشمهندس عادل مش متذكر، انتوا الاثنين طبعا احلى من بعض في كل حاجه. قلتوا ما ماتش حق ووراه طالب. فالنادي الاهلي بيطلب الحق فقط. فاحنا ما فيش بيننا وبين شعب بورسعيد حاجه كاهلاويه وكجمهور النادي الاهلي. احنا بنقول القتله، مش معقول الناس دي ماتت لوحدها. ومع ذلك احنا بنعاني بكل حزن وبكل اسى فقداء بورسعيد تحت اي ظرف من الظروف. دول اولادنا وناسنا وحبايبنا، ومفيش حد في مصر الا ما له اخ وله صديق وله قريب وله حبيب في بورسعيد. وبورسعيد جواه ناس اهلاويه محترمه وشرفاء، لان النادي الاهلي كل اللي بيشجع النادي الاهلي ناس شرفاء ومحترمين، وكلنا اولاد مصر. فانا بشكر اداره النادي الاهلي وبشكر قناه النادي الاهلي، وانتوا اول ناس ما سبتوش الحق وبادب وبشياكه. المنيسي الباشمهندس عادل، اداره النادي الاهلي ممثله في الكابتن الكبير الخلوق المهندس حسن حمدي، المهندس حسن حمدي المحترم. ما فيش حد غلط في حد، حتى لما جينا اي حد فينا بتاخدوا العصبيه انتوا بتروحوا شادين على ايدينا. لا عيب، ما تغلطوش في حد. فانا بشكر كل من ساهم في عوده الحق الى اصحابه. ومع ذلك برضه باسم محافظه الشرقيه ومدينه بلبيس بالذات وقريه شبرا النخله بنعاني كل الفقراء بورسعيد المحترمين، وبقول لهم مهلا شويه مهلا شويه. انتوا كنتوا من فتره بتقولوا ما نعرفش حاجه عن القتله. ايه اللي جرى؟ البلد كلها بقى دول اهلهم. هو النادي الاهلي بيطلب ايه؟ اللي قاله ربنا ولكم في الحياه قصاص يا اولي الالباب ومن قتل يقتل. هو الناس دي يعني مش ولادنا برضه، وفقداء الشرطه وكلهم. كلنا كاهلاويه بنحترم القانون وبنحترم كل حاجه وبنحترمكم كبرنامج وقناه النادي الاهلي. وكل شكرا يا استاذ نبوي. شكرا استاذ نبوي. استاذ سعد صيام من دمياط. استاذ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك يا كابتن عادل؟ اهلا بيك يا استاذ سعد. اهلا استاذ سعد. انا الحمد لله حظي اسعدني ان انا اتصلت بيكم النهارده، وكالعاده عايز اقول شويه تلغرافات. اتفضل يا استاذ سعد. انا صوتي واضح على المرات؟ اتفضل يا استاذ سعد. بقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وقال ايضا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. انا عايز احيي قناة الاهلي لان انتوا تعاملتوا مع المواقف اللي بتمر بمصر دلوقتي بمنتهى الحكمة والعقلانية، وكنتوا بتأدوا فعلا شيء يدرس في فنون الاعلام. اشكرك يا استاذ. وانا دايما كنت بدعي ان انا يعني بنقد الاعلام او مش موافق على اللي بيقوله كله، لكن انتوا في الاسبوع اللي فات ده عملتوا عمل تحمدوا وتشكروا عليه جدا جدا. شكرا يا استاذ. بقول مصر دلوقتي رغم اعتصار قلبي بالالم من اللي بيحصل فيها، الا ان ربنا سبحانه وتعالى حدث في قلبي اطمئنان شديد ان مصر لن تخسر باذن الله، ومصر لن تنحني ان شاء الله وستمر من هذه الازمه باذن الله، لان مصر قيمه. والدليل على كده يا استاذ عدلي ويا استاذ ابراهيم الصبر اللي صبرناه السنه اللي فاتت ديت كله كناس بنحب النادي الاهلي وبننتمي اليه، ووصلنا في الاخر ان شاء الله ربنا نصفنا
واظهر الحق، وان شاء الله هتستمر مسيره الحق باذن الله، مش هنخسر ابدا ان شاء الله. اللي عايز اقول لحضرتك ان مصر دلوقتي في احوج ما تكون الى حكمه حكمائها، والى خبره الخبراء، والى علم العلماء، والى تدبير العقلاء، زي ما عملتوا كده وجبتوا الخبراء من امثال الاستاذ رجاء عطيه، واشكره جدا جدا على اللي قاله. وكل الشعب او يعني الشعب المصري كله لو سمعوا هيستفيد بنصائح وديت. وفي الاخر بقول انا مش عايز اطول عليكم عشان ناس كتير عايزين يتكلموا. اذا كان يسمح لي الاستاذ عدلي والاستاذ ابراهيم اقول خاطره خطرت على بالي حاليا. اتفضل يا استاذ، اتفضل. بقول لها بحبك زي بنتي، وكمان معجب بشكلك، وبحبك زي ما انتي ومهما تكون مشاكلك. اجدادي في ترابك وانا من طينك ورملك، دايما فتحالي بابك افديكي بكل مملك. محلى ظلة سحابك وجمال نيلك ونخلك، سيعانة في رحابك ولا يوم حسينا بخلك. والخير كله لناسك وسلامك للي دخلك، وما بين عامل وناسك دول حراسك واهلك. على طول بترضعينا طيبة قلبك وعقلك، بس الغيرة اللعينة دايما كيدا عوزلك. وبحبك زي ما انتي ومهما تكون مشاكلك. بارك الله فيك يا أستاذ سعد، بشكرك كالعادة بتمتعنا. ولكن معنا ياسر من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أستاذ ياسر. الأستاذ إبراهيم والكابتن عدلي. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. أهلا بحضرتك. أول حاجة عايز أقولها يعني تحية كبيرة جدا، تحية إجلال وتقدير واحترام للقضاء المصري اللي أثبت نزاهته، وتحية كبيرة جدا وتحية إجلال وتقدير لألتراس النادي الأهلي الشجاع اللي أصر على موقفه. اتفضل. القلب دلوقتي بيتعصر وزعلان على اللي بيحصل، وشايف ان اخواتنا في بورسعيد مجزرة تانية حاجة غريبة يعني. بصراحة مش عارف اتكلم اقول ايه، لكن باخد على اهل بورسعيد حاجة اسمحوا لي ان انا اقولها. اتفضل. يعني ارجو ان بس تقدر اللحظة. انا اقدر اللحظة تماما واقدر اللحظة جيدا. القضاء طول عمرنا بنقول نزيه، ولما حد فينا بيتكلم ويقول القضاء المصري فاسد الدنيا كلها بتطلع لا القضاء المصري انزه قضاء واحسن قضاء وقضاء شامخ. طب القضاء حكم بالعدل. القضاء اللي قتل خد جزاؤه. صحيح. ليه تحصل ليه يعني ذنبه ايه الضابط اللي مات قدام السجن، وذنبه ايه امين الشرطه، وذنبهم ايه الشباب اللي زي الورد اللي بتموت. انا بكلم اصحابي في بورسعيد، انا قاعد في حلوان، انا بكلم اصحابي في بورسعيد عشان اعرف اللي بيحصل. بيقولوا لي والله احنا بنطلع فوق العمارات علشان نشوف ايه اللي بيحصل. ناس بتضرب من فوق وقرناصه بس في حاجه عايز اقولها. يعني انا راجل قاعد في عمارتي مثلا او شقتي، ازاي اسمح لحد غريب ان هو يطلع فوق عماره بقناصه ويضرب الناس؟ ازاي؟ ازاي اسمح لواحد غريب ان يجي يقتل ابني ويقتل اخويا ويقتل ويضرب وانا شايفه على مرأى ومسمع من الجميع؟ هل هذا يعقل؟ لا طبعا. عندنا فقرة خاصة بهذا الأمر يا أستاذ ياسر، فيها كثير من الأمور تابعنا فيها. والحقيقة أنا يعني موافق أن ما يحدث أمر غريب، يعني حتى الاعتداء على الجنازة أمر غريب، وهنقول فيه كثير من الأمور. فهي يعني بورسعيد الحقيقة بتتحمل الآن ما لا يجب أن تتحمله بإيد ناس. هنذكر كل الأمور بإذن الله في حينها. نشكرك على هذا. معنا أخت الشهيد إسلام أحمد من الهرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا وسهلا بيك. عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيك. ايوه لو سمحت انا ليا بس تعليق. اتفضلي. هو دلوقتي هو احنا اللي بدأنا ولا هم اللي بدأوا؟ تجاوزي بقى دي يا حاجة. إيه؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة، يعني انت فقدتي اخوكي، فبالتالي احنا كلنا اخواتك، وكل الاهلاويه حسوا بهذا الالم، وكل الجماهير المصريه حست باللي حصل في بورسعيد، فهم اللي ارتكبوا هذه المجزره هم اللي بداوا. فاحنا مش في لحظه حساب مين اللي بدا، لا، في حكم قضائي عادل صدر. اعتقد ما كانش صح ان هم يتعاملوا معاه كده. ماشي يا استاذ ابراهيم، هم دلوقتي بعد الحادثه قالوا
اللي غلط من عندنا ياخد جزاؤه. هم قالوا الكلام ده بعضمة لسانهم. بالظبط. ما هو اللي والمحكمه قالت. ما احنا مش عارفين مين ايه اللي بيحصل في بورسعيد. المشهد معقد جدا، ولذلك يعني ما اتصارش المسألة مسألة هي غضبة للحكم فقط. يعني الأمر يتجاوز دخلت فيها فتن سياسة دخل كتير. فيها حاجات كتير وهي تتجاوز الأمر ده بكتير. يعني أصل أنا شايفة دلوقتي إن أنتوا نسيتوا اللي حصل السنة اللي فاتت وافتكرتوا اللي حصل اليومين دول. ده طبعا. احنا نسينا ازاي بس؟ هو ليه دائما نسينا ازاي بس؟ أنا شايفة إن أنتوا خلاص بقى بدأتوا خلاص بقى. ازاي بقى يا ستي؟ في حكم، والحكم راضع، والحكم أراح النفوس، ولكن الآن يعني أنت مش أي دم في أي ميادين. مصر مهم لينا، احنا زعلنا والله العظيم اقسم لك بالله. طيب احنا ده اللي احنا بتقول عايزين، ده اللي احنا عايزين بقى. كلنا نتفق عليه. بس يعني يا ستي احنا منزعجين للدم اللي بيحصل. احنا بناخد حقنا وحق اولادنا اللي راحوا دول بالقانون وبالمحكمه. يعني ما حد هم نسيوا لما انا اخويا اتاخد غدر واتقفل عليه الباب واتطفى عليهم النور واترموا من فوق. ما حدش يقدر ينسى هذا الكلام. يعني بدليل ان احنا الحكم جه. واخر كلمه كان اخويا بيقولها ايه يا استاذ ابراهيم؟ اخر كلمه كان اخويا بيقولها ايه؟ يوم ما هبطل اشجع هكون ميت اكيد. بالتاكيد، وكلهم رحمه الله عليهم. يعني وما نسيناهمش لحظه ومش هننساهم حتى بعد. الاعلاميين بره مولعين الدنيا في بعضيها. ما هو احنا ده مولعين الدنيا في بعضيها. انت موافقه على كده؟ انا مش موافقه بس خلاص، ده اللي بنقوله. محدش بيسعد بإراقة الدماء، لأن أنت جربتي وإحنا جربنا إزاي المصيبة تكون. مش عايزينها تبقى في بيوت أكتر من كده، والمشهد معقد جدا. أصل هم يا أستاذ إبراهيم ما عدموش 74 واحد، عدم 21. أيوه، ما عدموش 74، ده عدم 21. أيوه. أنتوا موتوا هناك 74 شاب، 74 وردة. أيوه. ربنا يصبركم، ربنا يصبرك ويصبر كل أسر الشهداء. يا أستاذ إبراهيم، انت ما تعرفش طعم البيت عندنا من غير اسلام دوت عامل ازاي. ما حدش يقدر يعيش. طبعا احنا عارفين حجم المصيبه اللي حصلت في كل البيوت. يمكن الحكم دوت ادانا امل شويه. امل في القضاء طبعا. واستاذ ناجي، استاذ رجائي عطيه طبعا الشكر ليه، وقضاء مصر برضو. ايوه، نشكرهم طبعا على اللي هم عملوه. الناس كلها مستغربه ان اول قضيه يتحكم فيها اصلا كده بالعدل. طيب اديك قلت يا. والاعلاميين بره مولعين الدنيا. يا انا هقول لحضرتك على حاجه، انت عندك ريموت كنترول، ليه يعني تعبى نفسك؟ ما احنا لازم نشوف ولازم نسمع. طيب يبقى تستحملي ضغط الاعصاب، لانه في النهايه الناس بتتعامل مع حدث من وجهه نظرها. يعني هم المفروض يراعوا ظروفنا وظروفهم برضه في نفس الوقت. كده بالظبط. لان اللي ماتوا برضه اخواتنا طبعا. ربنا يبارك لك، ربنا بالعكس. يبارك انت عارفه اللي ماتوا من ولادنا دول هم الشهداء بجد، لانه دول ماتوا لحظه غدر. لا رايحين يهاجموا اسم، ولا رايحين يخرجوا مساجين، ولا رايحين يعتدوا، ولا كان معاهم سلاح. ده شباب يعمل اي حاجه اصلا. طبعا شباب زي الفل ورايحين يشجعوا شباب صغير وقتل غدرا. ويعني مصر كلها اعترفت بيهم. دول اللي بنحتسبهم شهداء عند الله وشهداء، ونحتسبهم شهداء باذن الله، وربنا يصبركم عشان خاطر ما تنساهمش. لا يمكن هننساهم. على فكره الاهلي في حضرتك مدعوه ضروري يوم الجمعه علشان هتكرمي. احنا طبعا بنشكر اصلا الاستاذ حسن حمدي وكل من سامي ان هو فتح لنا النادي بالاحتفال. احنا طبعا فرحنا وكان يوم جميل بالنسبه لنا. احنا يوم الاحد يوم الجمعه يوم 1 فبراير الاهلي يعد العده لتذكر في هذا اليوم الذي لن ينسى، الذكرى السنويه للشهداء، وهي ذكرى مش هتمحى من ذاكره التاريخ قبل ان نكون نحن المتذكرون. يعني ايوه حضرتك، والله هم بعتوا لنا دعوه لحد البيت والله. بس يا ستي شرفينا باذن الله. طبعا احنا شكرا لكم على اخلاقكم واحترامكم استاذ محمد الليثي. يعني بنشكركم والله. شكرا يا انسه، شكرا جزيلا ليك يا سيدي. شكرا. ومعنا والده الشهيد محمد احمد خاطر. مساء الخير يا مدام. مساء النور، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ مساء الخير يا استاذ عادل. اهلا يا ستي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اتفضل. الله يخليك. حضرتك طالبه المداخله، اتفضل. زعلانين على اللي بيحصل ده اصلا. والله احنا زعلانين اللي بيحصل ده في البلد ده اصلا، احنا زعلانين عشانه والله. يا ستي اللي يتكوب النار لا يمكن يستحمل النار دي طول غيره. ايوه انا والله الواحد زعلان اللي بيحصل. يعني معلش بورسعيد ديت من مصر مش من بلد تانية. طبعا احنا زعلانين والله اللي بيحصل في البلد دي والله العظيم. يعني احنا ما فرحناش بالحكم بتاع ولادنا
احنا من ساعه ما شفنا اللي حصل ده احنا سيبنا الحزن اكتر واكتر، يعني معلش احنا كلنا واحد. ايوه والله احنا كلنا واحد، مش قلت اللي احنا مثلا فرحانين من اللي بيحصل في بورسعيد دلوقتي، لا احنا طبعا الشباب اللي بيروح ده احنا حاسين بحرقه القلب يا استاذ ابراهيم. انت ام شهيد وتشعري بمصيبه كل ام تفقد ابنها. ايوه احنا زعلانين، اللي بيحصل في بورسعيد احنا زعلانين عشانه، مش فرحانين والله، مش قلت علشان هم اولادنا ماتوا هناك خادر، احنا نسح في البلد واللي في البلد. لا البلد مش كلها يعني هتتحمل تصرفات. ايوه لان بقيه الناس ناس ابرياء ملهاش علاقه باللي قتلوا خدوا حكم. ايوه يا استاذ ابراهيم احنا برضك يعني معلش احنا عندنا مشاعر واحاسيس برضه احنا حاسين بهم والله. الله يبارك لك، الله يبارك لك ويصبرك. والله اللي بيحصل في بورسعيد وبيحصل في اي بلد ثانيه وفي مصر ذات نفسها حاجه تحزن. الله يبارك لك، ربنا يصبركم جميعا ويحمي مصر بقى ويحمي اولادها يا رب يا رب. يا رب. شكرا جزيلا والدة الشهيد محمد احمد خاطر احد شهداء الاهلي في مجزرة بورسعيد. مش مهندس يعني رائع جدا او شيء طيب انه ام فقدت ابنها تتألم للي بيحصل، تشعر ما هي حست الحرقة وحست قيمة فقد الابن او الاخ او الاب. فدي ست عاشت هذه المشاعر ولا تتمنى ان يعيشها احد، خدت حقها في القصاص وخلاص على كده يعني.